احلى تحية على الكلانوية. تانك الرواد، تانك كان بقاله فترة طويلة قوي، سعره غالي جدا جدا، ضعف سعره دلوقتي، فعشان كده كانوا قليلين جدا اللي ماسكينه، وده السبب الرئيسي اللي خلاني ما اعملوش ريفيو، لانه كان قليل جدا وغالي جدا عن دلوقتي. الكرتونة بتاعت التانك بتيجي بالشكل ده. تلاقي هنا طبعا اللوجو بتاع بي بي مودز، طبعا ده عشان التانك بقاله فترة معايا فهتلاقيه يعني شكله باين عليه. تلاقي هنا التانك ازازتين، دول اكريليك، التلاتة اكريليك طبعا، و تلاتة دريب تيب، التلاتة برضو اكريليك، يعني مفيش حاجة معدن غير البادي بتاع الجهاز. الدريب تيب والازاز بيكون كله اكريليك. اهم حاجة بقى عايزك تحافظ عليها، جوه العلبة الصغيرة اللي موجودة جوه دي هتلاقي 2 سنتر بنز موجودين، لما المسمارين الذهبي دول. المسمارين دول المفروض ان انت تقدر تغيرهم، دول فتحة الهواء الداخلية للتانك. يعني انت بتفك المسمار ده وهوريك دلوقتي بالتفصيل، ده بيكون فتحة الهواء الداخلية بتاعة التانك. هنا صديقي فتحة الهواء الداخلية ديت عبارة عن السنتر بن ده، انت بتفكه من هنا. انا افضل حاجة بالنسبة لي ال 1.2 دي انا شايفها مناسبة. عندك 0.8 وعندك 1.5، عندك في اختيارين تانيين غيره، بس انا شايف ان ال 1.2 ده يعني اظرف حاجة فيهم، اللي هو ضيق بس مش مخنوق للدرجة اللي تحسها مستحيل التعايش معاه. يعني تشريحه بسيط جدا زي ما انت شايف، المسمارين جنب بعض، تحط رجلين الكويل والقطنة بتبات هنا في الفتحتين دول، وعندك دي اللي تشني اللي بتقفل على الكويل من فوق، وبيكون بالشكل ده. نعمل بيلد سريع وانت بتركب الكويل خليه على قد ما تقدر، بلاش يكون السلك طويل، وتقدر تتنيه سنة صغيرة كده لفوق بحيث يساعدك شوية برضو، لان الدنيا هنا الى حد ما مضيقة. تسنتر بقى مكان الكويل اللي انت عايزه بالظبط، وتبدأ تربط مساميرك، مسامير العادية العادة اللي هي هتقدر تلاقيها لو ضاعت مش مشكلة، هما كده كده مدين لك سبير معاها. بس بعد ما تظبط تاني كده اي مكان كويلك، قصاص الزيادة بحرص شديد، ما تسيبش اي حاجة زايدة. نصيحة سريعة عن القطن، بلاش تسترخص فيه، مدورش على ارخص قطن وتجيبه. القطن لو مش مظبوط صدقني بيفرق جدا 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 في الفليفر، فانت ما تدورش على فليفر وتجيب تانك بيقرا كويس طبقات الفليفرز وانت اصلا بتستخدم مواد مش مظبوطه، فما تتوقعش افضل اداء وانت مش جايب افضل قطن. سالت كتير السؤال ده، ايه افضل نوع قطن اقدر اجيبه؟ بص، هي برضو مش هقدر احكم لك هو نوع وحيد واوحد اللي كويس، لا، في انواع كتير جدا كويسه، بس انا من وجهه نظري البيكون برايم من افضل الانواع اللي موجوده عندنا ومتوفره، وتقدر توصلها من اي مكان، يعني مش هتتزنق فيه، وهو اداؤه كويس جدا. بعد كده بقى هتبيت القطنه جوه في مكانها. التانك ده القطن يعني ما تستقلوش، معلش حط بزياده شويه عشان ما يحصلكش تسريب، لان الاير فلو موجوده هنا قريبه جدا، فالحته دي لازم تحس ان هي مش متروسه قطن، بس في نفس الوقت هي غنيه، يعني هي فيها كميه قطن كافيه ان هي تشرب الليكويد اللي موجود. فهو يبان قصادك ان انا حاطط كتير، بس لا، هي الدنيا مرتاحه ما تقلقش. فضي طبعا الحته دي، لان الحته دي المفروض الخرم ده اللي هيعدي منه الليكويد، فده حاول تفضيه عشان يقدر يعدي اكبر كميه ليكويد، متخليش القطن يكون زنقه. كده انت جاهز للبرايمنج. لو ما تعرفش ايه الازازه اللي انا بستخدمها دي، يبقى انت ما بتشربش MTL. هسيب لك لينك تحت الديسكريبشن للكلين، تلاقي كل حاجه عنها موجود. بس بعد كده تقفل الكاب، تأكد ان كل حاجة مقفولة، تأكد ان الاير فلو بتاعتك مقفولة قبل ما تملي التانك. افضل مميزات التانك ده ان الفتحة اللي بتملي منها الجوس كبيرة، وهو بياخد 3.7 ملي ليكويد، وده في ال MTL رقم كبير جدا، فيعني ممكن جدا كافي ان هو يكمل معاك اليوم.
التانك دايما نفسه ضيق، يعني انت هتجيبه يمين تجيبه شمال، تغير السنتر بنت، تحط دي مكان دي، تفتح الاير فلوس كلها على الاخر برضو لسه ضيق. فالتانك ده ارشحه للناس اللي بتدور على حاجه MTL قوي صريحه، ما فيهاش تهريج، ما فيهاش نقاش، ده بتاعك. هاي كواليتي من التنكات اللي تحس ان انت بص كل تفصيله فيها معموله بدقه شديده شديده جدا، حتى من اول الكرتونه بتاعته لحد السنتر بينس لحد حتى الدريب تيبس بتاعته، كل حاجه كده هاي كواليتي. فالتانك ده بتاعت الناس اللي بتهتم بالتفاصيل الصغيره، كل مميزات. الميزه الوحيده اللي عايزك تركز فيها فيه ان هو نفسه ضيق قوي. ده معناه ايه؟ ده معناه الفليفر بتاعه عالي. طيب بالنسبه للكلاود، لا الكلاود او البخار اللي بيطلع منه مش كتير، يعني ما تتوقعش منه اي كلاود لان ده نفسه ضيق، ده حاجه طبيعيه. فكل المميزات اللي تتوقعها من تانك MTL بالسعر ده او بالاداء او بالكواليتي دي موجوده، نركنها على جنب. ايه العيوب؟ فكره ان هو ما معوش ازاز واكريليك بس، دي على قد ما هي ميزه ان هي مش تتكسر بسهوله، على قد ما هي عيب بالنسبه لي، لان التانك نفسه بيسخن. طيب لما التانك بيسخن وهي اكريليك، فده هيخليها برضو خصوصا في الصيف اكيد هتتفاعل مع الليكويد، فعلى الاقل نسبه تفاعل صغيره جدا، فدي في حد ذاتها بالنسبه لي يعني عيب. يعني التانك ده انا شايفه تانك شتوي جدا، بلاش تلعب بيه في الصيف او في درجات الحراره العاليه زي شهر 8 واحنا داخلين عليه، مش هتكون فكره كويسه. واصلا التانك بيسخن مع الحراره الشديده بتاعه الشمس صيف، مش حاجه حلوه. الدريب تيبس اللي جايه معاه مقسومه لقطعتين، هي دي قطعه ثابته والقطعه اللي فوق دي اللي انت بتغيرها. لما بتيجي تغيرها القطعه دي رقيقه حبتين، فمعرضه جدا ان هي تتكسر، يعني مع اول وقعه لاي دريب تيب منهم القطعه دي اول حاجه هتتكسر في التانك. فطبعا انت تقدر تجيب اي دريب تيب 510 وتحطها، يعني اي دريب تيب هتركب عليه بتاعت اي تانك تاني MTL، بس برضو يعني كنت اتوقع ان يكون معاه على الاقل واحده من الثلاثه ستانلس، يعني حاجه بس تعيش، يعني واحده من الثلاثه تعيش وقشطه، الاثنين التانيين ممكن مع الوقعات يكسروا منها. انما اوفر اول هو باقه كويسه، تانك كويس جدا للناس اللي بتدور على فليفر عالي وMTL. البيلد بتاعه مش اسهل حاجه، بس يعني هو مقارنه بالتانكات التانية طبيعي حلو. تانك هيعجبك جدا ولازم يكون من التانكات اللي عندك، يعني لو انت زي حالاتي كده من هواة تجميع التانكات الMTL، ده واحد من التانكات اللي لازم يكون في المكتبه كده هتجيبه. التانك ده ما تجيبوش امتى؟ التانك ده ما تجيبوش لو انت تحب النفس المتوسط اللي هو مش مكتوم قوي. دايما هتحس بكتمه في التانك ده، والكتمه دي لان هو بيحاول على قد ما يقدر كل جزيء من ملي في الليكويد يستغله كويس، فقافل على كل حاجه قوي، فمحسسك بالكتمه دي. الكتمه دي هتديك فليفر بس هتديك خنقه في النفس، هتديك استهلاك قليل جدا للليكويد، يعني هتحس ان الليكويد هنا بيعيش مع ان التانك كمان خزانه كبير، فده هيديك كده مع بعض كده تحس ان انا بملي تانك مره وبيقعد معايا، ممكن يقعد معايا باليومين التانك مليان. التانك ده كان في يوم من الايام بيتباع في ستورات هنا في مصر ب2000 وكسور، فان هو ينزل تحت ال1000 حاليا دي انا شايف الكلين. بس كده اشحن صح.